عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم عشوتنا خفيفة وإن شاء الله سريعة وغير مكلفة وكل العائلة بحبوها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالمكونات. هون عندي كمية من الزهرة، راس كبير هذا ثلثينه طبعا تقريبا. وهون عندي حبة من البصل متوسط، وهون عندي راس من الثوم، هون عندي حبة فلفل حار، وهون عندي حبة فليفلة حلوة. إذا عندك ألوان ممكن إنك تضيفي. هذول هم الأساسية. بالإضافة إلى كمية من البقدونس، 4 بيضات، أو إذا بتزيدي أو بتقللي برجع إليك طبعا، فهذا كله اختياري. عندي التوابل 1.5 صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1.5 ملعقة صغيرة كمون، وهون ملعقة صغيرة 7 بهارات. هذا بشكل. هون بحتاج لملعقة كبيرة من النعناع الناشف، وملعقة كبيرة بيكنج باودر، وكمية من الماء، وكمية من الطحين، تقريبا كأس أو كأس ونصف من الطحين، وزيت نباتي للقلي. هذه هي المكونات. وإن شاء الله بدي أقطع الزهرة وأسلقها وأجهز باقي المكونات وأرجع لكم، وإن شاء الله بنكمل على بركة الله تعالى. ورجعت لكم على بركة الله تعالى، وإني جهزت كل المكونات. سلقت الزهرة وقطعتها بهذا الشكل، هي قطع صغيرة. كيف الزهرة بعرف إنها استوت؟ لما بحسها من هون بتكون طريت، هيها هيك طرية. 7 دقائق أو 8 دقائق بس بدها على النار. بقطعها بهذا الشكل قطع صغيرة، وفي بهرسوها بهالراس البطاطا برضو، كله خير وبركة. هون قطعت البصلة، هيها بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف البقدونس، كمية من البقدونس، بضيف النعناع، فليفلة الحمراء الحلوة، الفلفل والثوم المهروس، الفلفل رفعت منهم البذور، قمتهم البذور، والملح والبهارات التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبخلطهم منيح، وبضيف البيض بس اخلطهم، والطحين مع البيكنج باودر. هاي بضيف الطحين، هي عندي كأس من الطحين، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وكمان كأس من الطحين. الكمية اللي بتختاريها واللي بتحبيها. يعني عندي هذول الكأسين تقريبا 300 جرام. بضيف ماء، بخلطهم منيح. وفي هذه المرحلة بتذوقه قبل ما أضيف البيض مشان أعدل الملح. يعني أنا إيدي سبحان الله ميزان. حتى في شهر رمضان برضو إحنا بنحب الملح خفيف بالأكل، إحنا بنخفف الملح وبنخفف السكر.
فكل أكلنا ملح خفيف وحلويات يعني قليل. والله بدي أحكي لكم شو صار معي هذيك المرة. عملت طبختها المحشي وصورناها وما شاء الله وشو طلعت حلوة، وبالتعليق حطوا لي إنه يسلم إيديكي وما أحلاها، وانبسطت. تاني بعديها بكم يوم خليت ابن بنتي يصور لي وأجا ينزل الفيديو جديد ولا هو ماسحها. قلت له يلا الله يخلف عليك، إن شاء الله مرة تانية من مكان عيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وابني الله يرضى عليه بحب صوت البابور، عمل هذيك المرة كلاية بندورة على البابور. قلت له بس ليش مش حاطط التومة؟ اللي هو بيقول لي شو رأيك أنزلها؟ قلت له أنزلها من تحت إيدك عسل. قال لي بدك تعملي لي تاني مرة فيديو، نعمل فيديو وأعمل فيه على البابور. قلت له توكل على الله، إن شاء الله بنعمل على البابور مشان أورجيكم كيف بدنا نطبخ على بابور الكاز. هذا له أيام زمان زمان عنا، زمان فترة طويلة سنين. وهيك إن شاء الله هيك الخلطة عندي جاهزة، وبنروح الكيت على الغاز مشان نكلي. هاي الخلطة جاهزة، وهي بدي أبدأ بالخلي. هاي الزيت على الغاز، وبعد ما يحمر الزيت بوطي بخليه نصف الحرارة، يعني وسط بخليه مشان ما يستويش من برا ومن جوا يكون لسه معجن. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب بهاي القطعة. محتاجة تشكل الطحين زي ما حكيت لكم، كاس ونصف أخذت طحين مع تقريبا كاسة ماء. بس أقلبهم برجع لكم عشان ما أطولش عليكم. قلبتهم على الوجه الثاني، بس يستوي الوجه الثاني طبعا النار وسط مشان يستوي من الداخل، وبس يستوي الوجه الثاني إن شاء الله برفعهم وبحطهم هون على ورق المطبخ مشان يمتص الزيت الزائد، وبرجع لكم إن شاء الله نكمل. وهي آخر الكمية طلعان ما شاء الله بركة. شوفوا قديش طلعت ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذول آخر إشي. إن شاء الله بنشوفوا بالتقديم. قلت لكم على بركة الله، وهي عجة الزهرة جاهزة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ما أحلاها، يعني بتشهي وريحتها معبية الدار ما شاء الله. والحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. وألف شكر لكم على المشاهدة وعلى التعليقات الجميلة اللي بتعطيني دفعة للأمام. والله يخلي لي إياكم يا رب، ويقضي حاجاتكم ويسعدكم، ويا رب يشفي مرضاكم ويشفيكم ويطول عمركم، يفتح لكم أبواب الرزق الواسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.